راجعنا مريض عمره 22 سنة في استشارية الطب الرياضي في مستشفى الإمام الحجة عجل الله تعالى الخيري. كان يشكو من آلام في مفصل الركبة، وعند أخذ الرنين المغناطيسي مفصل الركبة تبين أنه وجود تمزق في الغضروف الهلالي لمفصل الركبة، مع وجود ضرر في الغضروف المفصلي لأسفل عظم الفخذ في مفصل الركبة الأيمن. تم إجراء عملية ترقيع الغضروف في مفصل الركبة مع خياطة الغضروف الهلالي مع الفريق الإيراني دكتور مهدي مقتداي. بعد مرور شهر من العملية بدأ العلاج الفيزيائي لمفصل الركبة، والحمد لله الآن المريض في طور العلاج الفيزيائي. بعد 45 يوم يتمكن من السير بشكل جزئي مع مساعدة العكازات الطبية.